السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين القناة. أهلا بكم بفلوقنا التاسع، فلوق رقم 9. اليوم طابعه أزرق، أكيد أزرق يعني ياماها. في ألوان معينة كده بعض ماركات الدراجات النارية تبنتها، ياماها تبنت اللون الأزرق. وتعرفوا قديش ياماها عزيزة على قلبي عشان أنا عندي رابتر. بداية هذا معرضهم في جدة، معرضهم في جدة في أوتومول. طبعا اليوم الهدف من التغطية وتغطية موديلات وأسعار فقط، بعض المواصفات قد تكون ناقصة فلا حد يزعل مني في التعليقات، وأتمنى أني أسمع منكم أكثر في التعليقات. بداية هذا هو المعرض، عندهم جيرز كاملة من فول سوت، حمايات صدرية وفستات، خوذ، أحذية عزكم الله، وجاكيتات، وكذلك قطع الغيار اللازمة زي الزيوت والأمور هذه. وتحت في كمان مركز قطع الغيار حقهم في ياماها أوتومول. بداية جميل جدا لما تكون الدراجات النارية الديرت بايك موجودة كده مرتبة جنب بعض، تقدر تشوف المقاس من الأصغر إلى 450. طبعا الأصغر إذا ماني غلطان هو 50 سي سي، هذا هو للأطفال. 85، 125، 450. هذه مواصفاته وهذا سعره بشكل مرة سريع. أتمنى إنه واضح التصوير والزوم واضح على المعلومات اللي تحتاجوها على الدراجة النارية هذه. ديرت معناته بدون اسطبات أمامية واسطبات خلفية، فما تطلع له لوح. هذه الأربعة ما تطلع له لوح، الاثنين هذول يطلع لهم روح اللي هو WR 450F. السبب انه هذه الدراجات عليها اسطبات اماميه وخلفيه، والتانكي حقها اكبر فتسوي مسافه اكبر او تقطع مسافه اكثر في الطريق. 450 WRF 43470. وهذه المعلومات اللي تهمكم. بعد كده 250 ولكن موديله 21. احنا بنتكلم على تصوير للموجود الحاضر الناظر على ما يقولوا، وهذا هو. بما اننا في اوف رود والمنطقه اوف رود، رابتر اكيد موجود، تقريبا سعره 45,000 ريال سعودي. ولكن افضل انكم بعد ما تتفرجوا الفيديو هذا تنزلوا تحت وصف الفيديو، حتلاقوا رابط ياماها السعوديه اللي فيه التفاصيل والاسعار والعروض بحسب ما بلغوني الشباب. في عندهم عروض قادمه ان شاء الله. جريزلي معروف كواد بايك 700 سي سي، هذا سعره. واذا تحسوا انه الرابتر ما اخذتوا تفاصيل كامله، رابتر ما تغير. كل اللي بيتغير عليه من الموديلات تقريبا من 2017 للان بيتغير عليه اللون فقط. فتقدروا ترجعوا للفيديو السابق حق ياماها رابتر، حتلاقوا نفس المواصفات والتفاصيل. 700 سي سي، سلندر واحد، تبريد مائي، كل الامور هذه. بعد كده كودياك 450 سي سي كواد بايك من ياماها، هذا سعره. وهذه بعض المواصفات اللي تحتاجوها. هدفنا زي ما اتفقنا من الجولة هذه نسهل عليكم عملية الدوار على المعارض وانت جالس في البيت، بتجيك التفاصيل كاملة لمعارض دراجات نارية. جريزلي 250، طبعا هذا جريزلي 750، هذا جريزلي 250. في خطأ كبير تقع فيه الناس. جريزلي هي الدراجة النارية، في منها فئات، نعم في منها فئات 250 و750. نفس الشيء ينطبق على الرابتر. لاحظوا هذاك رابتر 700، هذا رابتر 90، وهذا رابتر 50 او واي اف زد 50. تلاحظوا انه ياماها محافظة على الشكل نفسه حق الرابتر او التصميم كامل حق الرابتر، اختلاف حجم الماكينه واختلاف الاستخدام. بالنسبه للصغير الجميل هذا ال50، هذا سعره وهذه مواصفاته. انا عشان لا انسى الجريزلي 350 حتى مش 250، العتب عن النظر. طبعا دفع رباعي الكواد بايك، اوتوماتيك الجير عادة تكون فيها. 350 جريزلي. مؤخرا صار في اهتمام كبير بالدراجات النارية الصغيرة، FZS و YBR من ياماها 125 سي سي، وعليهم ABS لو واحد يكون يبي يسأل. بعد كده الMT 07 من الدراجات النارية النيكد الجميلة جدا في ياماها. في MT 07، في MT 09، هذا الMT 07 699 سي سي، تقريبا 700 سي سي. MT 09 900 سي سي، هذا سعره. يلا يا زوم اخدمنا. وهذا شكله 2023 طبعا. 7 9 10 1000 سي سي.
وهذا شكله شكل مرة بسيط، نيكد بايك فاخر. من فترة بسيطة كلنا نعرف انه ياماها وقفت الار 6، استبدلوا الار 6 بار 7، وصار الار 6 يتطلب انك تشتريه لحلبات فقط بشكل اوردر من الشركة. بس الار 7 الصراحة جميل شكله، واللون الابيض خطير. ياماها تي ماكس، سكوتر ياماها الفخم، ياماها بولت، واخر شيء تي تنري 1200. تفاصيل اكثر ومعلومات اكثر في حسابهم على الانستغرام اللي موجود تحت في وصف هذا الفيديو. الله يعطيكم العافية، شكرا للمتابعة والمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله.